السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنتكلم عن ال adjectives and adverbs اللي هي الصفات والظروف. لو أول مرة تشوف المحتوى بتاعنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. الصفات والظروف اللي هي ال adjectives and adverbs. نعرف في الأول يا شباب إن الصفة هي كلمة لا تجمع ولا تؤنث في اللغة الإنجليزية، وهي تصف الاسم وتأتي قبله. يبقى عندنا الصفة في اللغة الإنجليزية تمام، مش زي العربي ممكن الصفة تجمع، ولكن في اللغة الإنجليزية الصفة لا تجمع لا تؤنث، وهي كلمة بتوصف أو بتصف الاسم وتأتي قبله. هنعرف الكلام ده دلوقتي في أمثلة. أو بعد verb to be، تمام، ممكن تيجي بعد verb to be اللي هو am أو is أو are أو was أو were. تمام. بيقول لي إيه؟ بيقول لي Russia is a clever girl. clever هنا معنى ماهرة أو شاطرة، وجيرل هنا اسم. يبقى clever كلمة مفرد، تمام، اسم صفة مفردة ما بتتجمعش، ولذلك عندي هنا جيرل كلمة جيرل بنت، يبقى هي بتصف كلمة جيرل وجت قبلها زي ما احنا قلنا فوق، هي تصف الاسم وتأتي قبله. تمام. وعندي هنا verb to be جت بعد verb to be، تمام، تأتي بعد verb to be اللي هي is. علي and نبيل are clever boys. عندي هنا علي ونبيل جمع ولذلك اخدوا are، ولكن هنا نيجي نبص على الصفة. هل كليفر هنا انا جمعتها؟ لا طبعا، لان الصفة لا تجمع في اللغة الانجليزية وبتوصف كلمة boys، تمام، وجت قبل كلمة boys. عندي verb to be are جت بعد verb to be. ويمكن ان يتم حذف الاسم الذي يأتي بعد الصفة. يعني ايه؟ هبة is beautiful. هبة is beautiful. ممكن أقول هبة is a beautiful girl أو هبة is beautiful. نلاحظ برضو عندي هنا إن verb to be is جات الصفة بعد من. تمام. أما الظرف فهو يصف الفعل ويأتي بعده. إيه الفرق بقى؟ إن الصفة كانت بتوصف اسم وبتأتي قبله، أما الظرف لأ، الظرف ده كلمة بتوصف الفعل وبتيجي بعده. نعرف من الشكل التوضيحي اللي عندي، بيقول لي الفاعل ثم الفعل ثم الظرف. تمام. يبقى الظرف عندي هنا بيجي بعد الفعل، الظرف بيجي بعد الفعل مش قبله، والظرف بيوصف فعل. طيب المثال عندي بيقول لي ايه؟ He speaks English well. He speaks English well. will هو يتحدث اللغة الإنجليزية جيدا أو بطريقة جيدة. will هنا بتوصف speaks يتحدث، مش بتوصف English، لا هي بتوصف أو بتصف كلمة speaks اللي هو يتحدث. He walks quickly. هو يمشي بسرعة. quickly بسرعة توصف كلمة walks يمشي. تمام. عندي الصفات والظروف. الظرف ازاي اكونه من الصفة؟ في الغالب في الظروف المنتظمة بحط ly للصفة علشان خاطر اخليها ظرف، زي ما هو موضح قدامي في الجدول بالظبط. quick سريع تبقى quickly بسرعة، وكذلك slow تبقى slowly، bad badly، happy happily، peaceful peacefully، hungry hungrily، beautiful beautifully، smart smartly، careful carefully، loud loudly. هنا انا حطيت ly للظرف المنتظم علشان خاطر احوله من صفة لظرف. تمام. تمام يا شباب. يبقى عندي هنا quick بقت quickly، حطيت ly. يتم اشتقاق الظرف من الصفة باضافة ly. طيب عندي بعض الظروف الغير منتظمة. يعني ايه غير منتظمه؟ يعني ممكن تتغير خالص ما احطش ly، وممكن تبقى كما هي. يعني ايه الكلام ده؟ good بقت well، hard hard، fast fast، early early، late late، wrong wrong، right right. تمام. يبقى عندي هنا بعض الظروف ممكن تتغير زي good تبقى well، او تبقى كما هي زي الكلمات او الصفات اللي قدامي في الجدول.
تمام، دي صفات ظروف غير منتظمة. ملاحظات هامة، بيقول لي ايه؟ immediately أو suddenly يمكن أن يتم وضعهم في أول الجملة أو بين الفاعل والفعل. المثال هنا بيوضح الكلام، بيقول لي إيه؟ Suddenly the police arrived. Suddenly the police arrived. بدأت هنا في أول الجملة. She immediately opened the door. كلمة immediately اللي هي في الحال جت بين الفاعل اللي هو she والفعل opened، يبقى جاءت في المنتصف. الصفة المنتهية ب LE يتم حذف الإي ونضع Y. يعني إيه الكلام ده؟ possible فيها إي في الآخر، عايز أخليها ظرف، دي صفة عايز أخليها ظرف، بحذف الإي وأحط مكانها LY تبقى possibly. probably شلت الإي وحطيت LY. الصفة المنتهية بحرف Y نحذفه ونضع ILY. طيب زي ايه؟ زي easy easily happy happily. ظروف الكيفية تكون إجابة على السؤال الذي يبدأ بهاو، اللي هي الظروف اللي احنا أخدناها، تمام، بتستخدم للإجابة على سؤال بيبدأ بهاو. يعني إيه الكلام ده؟ How do you drive the car؟ كيف تقود السيارة؟ How do you drive the car؟ هرد أقول إيه؟ I drive it carefully. أنا بسوق أو بقود السيارة بحرص. تمام، يبقى هنا استخدمت الظرف carefully للإجابة على سؤال بيبدأ بهاو اللي هي كيف. How does he play football؟ How does he play football؟ كيف يلعب كرة القدم؟ He plays it well. هو بيلعبها بطريقة جيدة. يبقى well هنا الظرف بيوصف plays استخدم للإجابة على سؤال يبدأ بهاو. ظروف الحال تأتي بعد الفعل أو بعد المفعول. تأتي بعد الفعل أو بعد المفعول. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لي إيه؟ He runs fast. هو بيجري بسرعة. تمام، بتوصف الفعل وجت بعد منه. طيب he called my name loudly. called my name، كلمة name هنا دي مفعول، جت loudly دي ظرف بتوصف called. ماشي، هو نده اسمي بصوت عالي، يبقى هنا name هنا مفعول، بس كلمة loudly مش بتوصف name، لا هي بتوصف called. بكده يا شباب احنا خلصنا درس النهارده اللي هي الظروف والصفات، وعرفنا الفرق بينهم، وعرفنا ان الصفه هي كلمه توصف الاسم، ولكن الظرف كلمه بتوصف الفعل. لو الفيديو عجبك ما تنساش تشترك في القناه وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.